الو. لا انا داخله جوه دلوقتي. ماشي. فريدة اتحركت من بيتها من حوالي ربع ساعة، واقفة بتمون في بنزينة جنب بيتها والمراقبة وراها. ونادي يا سلمى لسه متحركين من دقيقتين. مين طلع وراها؟ اتنين من رجالتي بس عتاولة ما تقلقش. عرفتوا مكان المقبره بتاعت ابو حصل يا سليم؟ فندم. بقول لك ايه، عاوز رسم كروكي المكان كله. فندم اسماعيل شغال عليه وهيجيبوا لنا العربية تحت. انا مش عايز مفاجآت المره دي، عاوز كل حاجه تبقى مدروسه. مفهوم؟ تمام يا فندم. تمام يا باشا. شربت القهوة وخرجت. تمام سعادتك. تمام سعادتك. عينينا عليها. تمام يا باشا. مع ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يلا حبيبتي. مش عارفة ايه آخرة اللي أخوكي فيه ده. اخرته خير ان شاء الله يا ماما. وبعدين سليم مش صغير وهو اكيد عارف هو بيعمل ايه. ربنا يحفظه يا بنتي، هو واللي زيه. ادعي له بس يا حبيبتي. ادعي له. ربنا ينجيك يا سليم يا ابني. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرايه صلاح بيه، حتى الأموات ما بقى لهمش حرمة عندكم. سليم فين يا هوان؟ مفيش حد هنا يا فندم. قلبنا الدنيا ملوش أثر. فتشوا تاني وتالت، خليكوا وراه لحد ما تلاقوه. يلاقوا مين بس يا صلاح بيه؟ وسليم ايه اللي هيجيبه هنا؟ سليم دلوقتي تلاقيه في مكان بعيد، مفيش حد يعرفه. احتمال، بس لازم يكون عندك فكرة إن أنا هفضل وراه لحد ما أجيبه. بقى لله. بصراحة يا سليم باشا أنا مش عارف أقول لسعادتك إيه.
انما عليك تفتكرني دون عن الخلق كلها وتتصل عليا، فده شرف ليا يعني. متشكر يا هدى. بس هو لسه بعيد على البيت؟ لا بعونك يا رب، ربع ساعه ان شاء الله ونوصل. ان شاء الله. كان شكله زعلان قوي وقعد يقول لي كده: يا فريده محدش فيكم يجي يزورني الفتره دي كلها. ماشي يا سلمى، انا مش هتاخر عليكم، ساعتين وهكون عندكم. باي باي. كده تمام. صلاح الطوخي زمانه بيسمع المكالمه ويسبقنا على هناك. بقول لك ايه، هتلاقي الافرولات عندك في الشنطه ورا. ماشي يلا اطلعي، انزل في دوسه ابراهيم. اطلع وراه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا يا سليم بيه، اتفضلوا اتفضلوا، بيتك ومطرحك، نورت المكان. يا اهلا وسهلا، المنطقه كلها نورت. حبيبي اتفضل، نظرنا النبي النهارده. بسم الله ما شاء الله، اتفضل سعادتك اقعد هنا، اتفضل اتفضل، بسم الله ما شاء الله. اتفضل اتفضل حضرتك. يا اهلا وسهلا بيكم، نورت المنطقه والمكان كله. معلش يا حوده، انا ربيك لك الدنيا يومين ثلاثه بس لحد ما اظبط اموري. عشان خاطري كتاب الله، ما انت مكمل كلامك يا سليم بيه، يعني لولاك كان البيت ده اتخرب. وبعدين انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر، مفيش حد هنا، العيال في المدرسه وايام مراتي في السوق قدامها ياما عقبال ما تيجي. انتوا شكلكم تعبانين وعلى لحم بطنكم، يعني انا هعمل لكم كوبايتين شاي. شاي فعلا يا باشا كريم زي ما سعادتك بتقول. سليم الأنصاري ضحك علينا يا وليد. بعتنا المقابر عشان هو يعمل أي حاجة تانية. بس أنا دلوقتي بقيت متأكد إن فريدة على اتصال بسليم الأنصاري وعارفة كل تحركاته. بيني وبينك أنا مش فارقة معايا حكاية إنه ضحك علينا دي، هي الدنيا كده، يوم ليك ويوم عليك. هو هيروح مني فين؟ مصير أجيبه وأسلمه بنفسي ولبسه كلبشات. أنا اللي فارق معايا بجد هو بيفكر في إيه. سليم الأنصاري بيفكر يعمل إيه الخطوة اللي جاية. ده دين النبي يا سليم بيه، ده اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. دول موقعينكم في مصيبة أكبر من اللي كنت واقع فيها زمان. بس انت لقيت اللي يصدقك ويمشي ورا كلامك يا اسطى حوده، انما احنا لابسين. ما تقولش كده يا عم الحاج، اللي بعت لي سليم بيه زمان من غير حتى ما اعرفه ولا يعرفني قادر سبحانه وتعالى يبعت لكم اللي يغيظكم وينجيكم من البلد ده. من بقك لباب السما. معلش يا حوده، انا عارف ان احنا بلوه اتبليت بيها. اوعى تقول الكلام ده يا سليم بيه. يا عم سيبك من الكلام ده، انت مش ناقص. بس انا محتاج بني ادم محدش يعرف عنه حاجه لحد بس ما اظبط اموري واعرف انا هعمل ايه. صلي على يشفع فيك يا سليم بيه. عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش سعادتك كل شويه تقول لي الكلمتين دول. انتوا هنا ضيوفي وفي حمايتي وفي رقبتي والاخر نفس في حياتي، ان شاء الله تقعدوا عندي 10 سنين كمان. سعادتك تطلب وانا عليا انفذ. مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كل ده عشان ارد لك الجميل اللي انت عملته فيا زمان. وندرن عليا يا سليم بيه، ما هسيبك غير لما نكشف ملعوب ولاد الحرام دول. رغم ان انا واخد عهد على نفسي يعني ما ارجعش لسكه الحرام، بس زي ما بيقولوا كده احنا الشقاوه فينا بس ربنا هدينا. ماشي يا حوده، انا فعلا عايزك تساعدني في حاجات كتير، لان انت عارف طبعا مش عارف اتحرك براحتي. بس قبل ما نفكر في ولاد الحرام انا عايزك تساعدني في حاجه تخص واحد ابن حلال. ازاز السلام، شاب زي الورد وقلبه محروق على دم ابنك،
وفوق كده متربي وابن ناس، تقفل الباب في وشه كده اهو. يا حاج انا بقيت وحدانيه وماليش حد ومانيش حمل بهدله ومرضيه حكومه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سنة؟ طب قسما بالله العظيم ثلاثة ما في مخلوق على وجه الأرض يجرؤ يلمس شعرة منك طول ما أنا على وش الدنيا. بالظبط كده يا حاج. وبعدين يا امي احنا عايزين نخلي منك صوره لكل ام. صوت حضرتك لما يوصل لكل الناس ساعتها مفيش مخلوق يقدر يقرب منك، هتبقى محميه وسط الناس ومع الناس. ولا يا متر؟ رامي بيتكلم صح وعنده حق يا ام زياد. انت ام الشهيد، يعني الحكومه هي اللي هتدور عليكي وتجيب لك حقك وتراعيكي وتخاف عليكي. مش عارفه اعمل ايه. كلام السلام نعمل امر ربنا، وانت كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك تساعدي الاستاذ وزمايله في اللي هم بيعملوه، زي ما انا وابني هنساعدهم بالظبط لغايه ما الحكومه تشوف شغلها بالمظبوط وتجيب المجرم اللي هربوه ده وناخد حقنا منه. قلت ايه؟ خلص يا ست سناء بقى. يا حوده هتعمل ايه؟ هو سعادتك يعني هداله ازاي من غير حتى ما ياخد باله؟ اقول لك بعدين. بس الراجل ده طلع جدع معايا ومع اهلي، ولا لما هربت منه اذيته غصب عني، وسلاحه الميري كمان يضيع دي مصيبه، لو اتحكم مستقبله هيضيع. ماشي سعادتك اللي تؤمر بيه. خلي بقى ده معايا لحد ما تجيب لي حته سلاح. هتعرف ولا هتعمل لي خضره الشريفه دلوقتي؟ بصراحه يا سليم بيه انا بطلت الشمال ده من زمان، بس عشان خاطرك انت مقضيه باذن الله. ماشي. امسك. خلي الفلوس دي معاك، هات لي حته السلاح والباقي مصاريف. ايه ده يا سليم بيه؟ يا عم امسك. لا سعادتك كده بتشتمني، مش حوده سيطره عم الجدعانه اللي ياخد اجره ضيوفه يعني. يا عم اجره ايه؟ انا عارف ان الظروف ضيقه. ماشي سعادتك هاخد فلوس السلاح، بس مش هاخدها الا بعد ما اجيب لك حته السلاح، عيب سعادتك كده. ما تقلقوش يا جماعه، ده هيام مراتي. هيام سلمي على الضيوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا اقعدوا، اتفضلوا اقعدوا. هيام بقول لك ايه، انا عايزك بقى توري الضيوف نفسك في الطبيخ عامل ازاي وبسرعه. حاضر من عينيا. بس مراتك شكلها بنت حلال. غلبانه بس زنانه زي كل النسوان، انما جدعه واقفه معايا على الحلوه والمره. بس احنا كده هنخليها مش قاعده براحتها في البيت وهنعمل لك دربكه. بص يا سعاده الباشا انا مش عايزك تقلق خالص، ده بيتك ومطرحك وانتوا اعتبروا هنا اصحاب مكان، وانا سعادتك عامل حسابي يعني. انا عندي اوضه فوق السطح نظفتها وروقتها، كانت مخزن اللي قبل كده، لكن خليتها 100 فل و14. هنتغدى نسلم على العيال ونشرب الشاي ونطلع عشان ترتاحوا. وانت عندك عيال يا اسطى حوده؟ انا افتكرتك اخرس يا راجل. عندي حمزه وياسين. ربنا يخليهم لك. ماشي يلا بينا. ايه يا هيم؟ في ايه؟ البنات وامهم وحشني قوي. يا ترى عاملين ايه دلوقتي؟ ان شاء الله كويسين. بعدين ما تقلقش، هنشوف صرفة تطمن عليهم وكمان اخليك تشوفهم. مبسوط يا عم؟ ربنا يخليك يا سليم باشا. والله يا خالتي انا اول ماما قالت لي جيت عليكي جري على طول من غير حتى ما اغير هدومي. ربنا يخليك لينا حبيبي وما يحرمناش منك ابدا. وانت راجلنا دلوقتي يا اشرف، بس انت برضه يا اخويا مالكش حق. كان لازم تقعد مع اهلك شويه، تغير هدومك، تاكل لك لقمه وتريح جدتك، وبعدين كنت جيت. ده انت جيشك في اخر الدنيا. يا خالتي الكلام اللي انت بتقوليه ده اكل ايه وراحه ايه واحنا في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ طب عم ابراهيم ما كلمكمش ولا بعت لكم اي حاجه من ساعه ما هرب؟ ولا نعرف عنه اي حاجه يا حبيبي. معلش ان شاء الله خير. خير يا خالتي ما تقلقيش. يا رب. قومي يا نوره اعملي لقمه لخطيبك يا حبيبتي عشان ياكل. حاضر يا سامح. امسكي يا خالتي. اهدى يا اشرف. دول قرشين كنت شايلهم لزوم تشطيب الشقه بتاعت انا ونوره، بس انا عارف الظروف عامله ازاي دلوقتي، خليهم معاكي. فلوس ايه يا اشرف اللي هاخدها منك؟ انت يا حبيبي اولى بكل قرش. كنت الاول يابا بتشتغل
وهو قرشين كانوا بيسندوا، لكن دلوقتي انت في الجيش. كفايه عليك هم ابوك وامك يا ابني. يا خالتي عيب عليكي مستوره والحمد لله. وبعدين انا بقول لك الفلوس دي تشطيب الشقه بتاعت انا ونوره، يعني الفلوس دي فلوسها وانتوا اولى بيها من اي حاجه تانية في الدنيا. اقسم بالله خالتي انا معايا اكتر منهم وكنت حشتهم عنكم. ما يقدر على القدره غير ربنا يا حبيبي. عموما ما تقلقيش ولا تحملي هم، انا نازل من الجيش اجازه اسبوع وهعدي عليكي كل يوم. لو احتجت اي حاجه يا خالتي قولي لي على طول، ما تتكسفيش مني. ربنا يحميك يا اشرف ويخليك لينا حبيبي، ويفك الكرب عنا يا رب قادر يا كريم. احنا غلابه ومناش غيره. اللهم امين يا خالتي. يمسك يا عم رفاعي. ايه دول؟ 5000 جنيه، احنا شركاء بالنص في المصلحه دي في كل حاجه، ولطفي اداني باريزه، انت النص وانا النص. باريزة ايه يا عم زناتي؟ هو مش متفق معاك على 100,000؟ هو هيكون ناوي يلحس كلامه ابن الدايخه ده؟ يلحس كلامه مع مين يا دي عبيط انت؟ ده انا زناتي. امال ايه دول؟ عربون دفعه اولى. هو احنا هنقتل بالقسط يا زناتي؟ كده تبقى خلصانه على المحاره. وطي صوتك. مش شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم بيتحاسبوا. وبعدين الراجل كان ناوي يدفع الفلوس على بعضها لولا هروب ابن الدايخه ده. ملناش فيه، يعني كنا احنا اللي هربناه. معلش برضه الراجل من حقه يطمن. يعني احنا بقى هنلبس من تحت راس تسليم ده؟ افرض فضل هربان. مش هيحصل، ولو هروبه طور انا هقف للطفي، ما تشغلش بالك انت. وبعدين انت من امتى حامق كده؟ الف لك سيجاره. السلام. هام دي بتعمل اكل ولا السلاح النووي؟ بسم الله ما شاء الله. الملوخيه طعمها ايه؟ من كتر حلاوتها الواحد مش عارف يبطل اكل. تسلم ايدك يا ام حمزه، معلش تعبناكي معايا. يا لهوي تعبك راحه يا باشا، والله ما يجي من بعد خيرك. ربنا يكرمك. قاعده يا ياسين ما بتاكلش ليه؟ شبعت. ياسين ده بقى جدع، ده ملك الاحساس وعم العالم وصاحب السعاده كلها، صح يا ياسين؟ بغلبه في نفسي كل يوم. ما شاء الله ربنا يسعدك. حمزه ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى كل يا حبيبي. لا مش جعان، لما اصحى باكل. ايه ده يا تعالى سلم على الضيوف يا. انا قلت السلام عليكم. معلش اصل الواد حمزه بالراوي شويه يعني. يا سيدي هي العيال كلها كده، ده انا عندي عيله صغيره قد كده وما بعرفش اتكلم معاه كلمتين. بكره يكبر. قومي شوف الواد دوت، حطي له اكل في الاوضه خليه يطفح، تلاقيه ميت من الجوع وهو ما بيحبش يقعد مع ناس ما يعرفهاش. يلا قومي. حاضر يا اخويا. قومي يا ياسين. بقول لك يا حوده، مراتك هي عارفينها وضامنينها والدنيا تمام، بس الواد ده لسه صغير واكيد ليه اصحابه بيروح ويجي، واكيد بيقعد على النت يشوف صوره كده ولا كده الدنيا تبوظ. لا سليم باشا اطمن سعادتك، الواد حمزه ده لا ليه في التلفزيون ولا في الجرايد ولا في الزفت اللي اسمه النت ده. بعدين اطمنك اكتر، يعني الصوره اللي نازله مع عليك في التلفزيون كانت باللبس الميري، انما سعادتك هنا يعني مختلف شويه. مختلف يا حوده؟ يعني مش هيعرفوني يعني؟ قسما بعز الجلال الله يا سليم بيه انت هنا امان الامان. وبعدين الناس هنا طيبه ما لهمش في حاجه ولا شاغلين دماغهم بحاجه. اقول لك والله هتلاقيهم ما سمعوا عن الحكايه دي خالص. ازاي بس يا اسطى حوده؟ ده الجرايد فتحانه وقلبين الدنيا علينا. انهي دنيا اللي مقلوبه يا ابو خليل؟ يا عم والله اقول لك على حاجه، لو انت قاعد في البيت كنت هتشغل دماغك بحاجه زي كده؟ ابدا يا عم. الناس اللي بيشغلوا دماغهم هم نوعين، يا اما الحكومه يا اما ناس دماغها فاضيه. انما الناس هنا عندنا غلابه، تنام بدري عشان تصحى تدور على لقمه عيشها. صدقني زي ما بقول لك كده، الناس حتى لو فرضنا ان هم فتحوا التلفزيون، عارف هيعملوا ايه يا ابو خليل؟ هيقعدوا يتفرجوا على التلفزيون كده ويشوفوا انه في ضابط موت عيل صغير، وبعد كده يقعدوا يمصمصوا شفايفهم بس ويقوموا يناموا. يمصمصوا شفايفهم؟ هم هنا بيمصمصوا شفايفهم بعد ما ظابط يقتل عيل؟ الله يطمنك. يا حوده بس الدنيا هنا كلها عارفه بعضيها، دلوقتي لما يشوفوا عندك حد غريب كده يجي يسالوك ده مين؟ في دي عندك حق يا سليم بيه، بس بصراحه ما تشغلش دماغك يعني. اي حد يسالنا هنقول ان انتوا قرايبي جايين من البلد وقاعدين عندي لحد ما تلاقوا شغل. احنا بقى نقوم ايه، نشرب كوبايتين شاي ونحبس كده ونروق، وبعد كده نطلع على الاوضه افرجها لكم عشان انتوا تعبانين وعايزين تناموا، صح كده؟ ماشي يلا بينا. حمزه عيب يا حمزه يا حبيبي، ما يصحش كده، انت كبرت على الكلام ده. انت بتقولي لي انا؟ ما تقولي له هو. عيب يا حمزه، ده ابوك. وبعدين هو كان عمل لك ايه؟ مش انت اللي دخلت وما سلمتش على الضيوف؟ انا مالي ومال الضيوف، هم جايين لي انا ولا جايين له هو؟ بس يا حمزه بعدين مين دول اصلا؟
قرايب ابوك من البلد. اديكي قلت اهو، قرايبه وضيوفه، يعني انا ماليش فيه. عيب يا حمزه يا ابني، انت كبرت على الكلام ده. العمايل دي غلط، ده اخوك الصغير ما بيعملش كده. بقول لك يا ماما، بلا ابوك بلا اخوك، انا ما عملتش حاجه غلط، واذا ما انا سيبكم في حالكم انتوا كمان سيبوني في حالي. يخص عليك. ادخل. دي شرايط كاميرات البنزينة؟ اه يا فندم. وريني كده، لأن أنا متأكد إن في حاجة حصلت في البنزينة. بص يا فندم هنا اهو. فريده وهي داخله البنزينه. أيوه. استنى وقف هنا كده. العربية مش باينة، ده بوزة بس اللي باين. اه يا فندم، ما الحته اللي ركنت فيها فريده دي الكاميرات مش جايباها كلها. مش غريبة قوي إنها تركن في مكان الكاميرات مش شايفاها؟ قصدي سعادتك يعني. بص، مفيش حاجة بتحصل في الدنيا صدفة. مش صدفة إنها تركن في مكان الكاميرات مش شايفاها فيه. بص يا وليد، فريدة دي ممكن توصلنا لسليم، عشان كده مش عايز عينيكوا تغيب عنها أبدا، ليل ونهار تتراقب ليل ونهار. وإذا كان عارف يهرب مننا المرة دي، ما افتكرش إنه هيعرف يهرب مننا مرة تانية. ترى أنت فين يا سليم؟ اتفضل يا سليم باشا. والله انا مكسوف من سعادتك، يعني انا عارف ان المكان مش قد المقام، بس قسما بعز الجلال الله هو ده المطرح اللي عندي. اهم حاجه زي الفل، انت عملت الواجب بزياده. بعدين يا عم انا ظابط قوات خاصه، شفت حاجات اصعب من كده بكتير. وابراهيم يعني مش من جاردن سيتي، ابراهيم حلو ويعجبك ويستحمل، مش كده هيما ولا ايه؟ اه طبعا يا باشا، على الاقل ارحم من السجن. بعد اذن سعادتك لا مؤاخذه. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، المكان نور يا سليم بيه. اتفضل اتفضل سعادتك. انا عارف ان هو مش قد المقام يعني، معلش يعني. بقول لي سعادتك ايه، انا عملت حسابي يعني في شاي وسكر وكمان غلايه، وعملت حسابي في بطاطين لان الجو بيبقى رصاص بالليل، ولا مؤاخذه يعني سعادتك دورة الميه هنا. وبالنسبه للاكل فطار غدا عشاء هياما هتقوم بالواجب، ولو سعادتك يعني مش حابين تاكلوا تحت عندنا نطلع لكم الاكل فوق، واي حاجه تؤمروا بيها رقبتي سداده. ربنا يخليك يا حوده، اتكل انت على الله، بس ما تنساش حته السلاح اللي قلت لك عليها. بالاذن سعادتك. حاضر، بعد اذنك. يا هيما، مش عاجبك المطرح؟ تحب احجز لك في فندق؟ الحمد لله يا بيه، واحنا كنا لاقيين حاجه. صلي على النبي بقى، اكيد لسه برضه خايف على اهلك. قلت لك يا عم خلاص ما تقلقش، هطمنك عليهم واخليك تشوفهم. وبعد ما اطمن يا بيه هنفضل كده؟ انا مش عارف اخرة اللي احنا فيه ده ايه. قلت لك امشي وسيبني، مالكش دعوه بيا. فضلت لازق في ظهري وماشي ورايا، اعمل لك ايه طيب؟ هسيبك واروح فين يا سليم بيه؟ هديني معاك، على الاقل انت بتلاقي اللي يقف جنبك ويساعدك، انما انا هلاقي مين؟ انا ماليش حد. يا عم بقى ما تزودش على الهم، انا مش ناقصك. خليني افضي دماغي عشان اعرف افكر هعمل ايه. معلش يا بيه، انا اسف، معلش حقك عليا. يا عم ولا اسف ولا حاجه. معلش يا هيما، ربنا يسهلها ان شاء الله. بس انا ما عنديش حاجه اقولها لك تريحك. كل اللي اقدر اقوله لك اول ما افك مصيبتي واثبت براءتي مش هسيبك، هفضل معاك لحد ما اخلص لك مصيبتك واثبت لك برضه براءتك. بجد يا سليم بيه؟ بجد يا هيكو. هتنام فين بقى؟ هنا ولا هنا؟ يا بيه انا في اي حته، انا لو سندت على اي حيطه هنام من كتر التعب. طب يلا، طب يلا قوم.
انا بس اقصد اقول ان الجواز في الاول وفي الاخر اسمه نصيب. وياما جوازات باظت يوم الفرح، وياما ناس اتجوزت وما كملتش. بس انا بصراحه مش مستريح، مش قادر اكمل. الجواز مش بالغصب يا ابني، واحنا مش قليلين. وسلمى بنتي مش بايره. سلمى بنتي يتمنى ضفارها احسن راجل في الدنيا. اذا كانت هي زمان وافقت على الجواز فبصراحه احنا كنا حاسين انك ما تستاهلش، بس كانت غلطه وآن الاوان تتصلح. بالنسبه طيب للامور الماديه اللي انت جاي عشانها مش كده؟ قوم يا سلمى هاتيله الشبكه بتاعته والهدايا. ده اذا كان فيها هدايا عليها القيمه، بس احنا ما يلزمناش منها ولا قشايه. قومي. لولا ان الوقت متاخر انا كنت نزلت البنك سحبت لك القرشين المهر اللي انت دفعتهم، بس ملحوقه. بكره ان شاء الله هنزل اسحبهم لك. لا يا طنط، كفايه الشبكه، واعتقد ان دي حسبه كويسه. دي حسبتك انت عشان يمكن ده شغلك، لكن انا ليا حسبه تانية خالص. انا برضو مرضاش ان حضرتك تخسري. خساره الفلوس تتعوض سهله، لكن خساره الرجاله هي اللي ما تتعوضش. واذا كان سليم ابني اللي انت بتستعر منه دلوقتي، اوعى تنسى انه كان راجل معاك من اول يوم. يا طنط انا مقدر موقفك، ولازم كمان حضرتك تقدري موقفي وموقف عيلتي. انا لا بلومك ولا بعاتبك، انا بس بفكرك عشان تتعلم حاجه في يوم من الايام. لو عايز تبقى راجل. دول ايه دول بقى ان شاء الله؟ هيكونوا ايه يعني؟ 50,000 جنيه اللي عرفت اتصرف لك فيهم دلوقتي. خليهم معاك. ومش عايز فلوس يا فريد، بعدين كفايه اللي انت عملتيه معايا. يا عم ما تبطل مقاوحه بقى، محدش عارف لما تخرج من هنا هيحصل لك ايه. خليهم معاك يا سليم، هتحتاج لهم. بعدين اخد منك فلوس بأمارة ايه؟ يا سيدي اعتبرهم سلفة، ولما تبقى تخرج من المصيبه اللي انت فيها دي بقى ردهم لي. تفتكر يا فريد هخرج من المصيبه دي؟ طبعا هتخرج يا سليم، انت ما عملتش حاجه غلط، وربنا عمره ما هيرضى بالظلم ابدا. بعدين يعني ده انت سليم الانصاري. سليم الانصاري. خلي بالك على نفسك يا سليم. اوعدني ان انت هترجع لي تاني. يا رب.